ورحمة الله. محمد زين العابدين الحسيني، باحث في التاريخ والحضارة. الهدف الأساسي من هذه الندوة هو التعريف بالدور الذي تقوم به الزوايا من أجل الجانب الروحي ومن أجل تثبيت القيم وكذلك الدفاع عن الوحدة الترابية. لا، هو في الحقيقة إن كانت الزوايا في الماضي فهي كانت مرتبطة أساسا بكونها كمنظومة يلتجئ إليها الفقراء ويلتجئ إليها الذين لا سكن لهم ولا مأكل ولا مشرب لهم. فإن وجدنا بأن هناك عناية بالزوايا فهذه العناية كانت منذ القديم، فمنذ أواخر عهد السعديين بدأت هذه العناية لكون هذه الزوايا كانت ملجأ لهؤلاء الذين يلجون إليها، وبالتالي استمرت هذه العناية إلى الوقت الحاضر. وهذه يدل على أن هذه الزوايا كانت لها أدوار مهمة من بينها الدفاع عن الوحدة الترابية، بدليل أنه في أواخر عهد السعديين تكالبت الدول وخاصة منها الدولة الإيبيرية إسبانيا والبرتغال على السواحل المغربية، فكان دور الزوايا هو إيقاف هذا المد المسيحي إلى المغرب كالزاوية الدلائية وكذلك العياشي بالإضافة إلى الموريسكيين. هؤلاء عملوا على إيقاف هذا المد، ثم استمرت الزاوية فيما بعد على عهد السلطان مولاي إسماعيل وعلى عهد السلطان سي محمد عبد الله، بل هناك ظاهرة توقير لهذه الزوايا كي تستمر في أدوارها، أولا لاستقطاب هؤلاء الفقراء وهؤلاء المحتاجين، وثانيا كرصيد ثقافي وكرصيد معلمي للمغرب، إضافة إلى كونها للدفاع عن الوحدة الترابية. نعم، أهم توصيات اليوم وكيفما كان الحال اليوم هو أنه على الشباب أن يعرفوا الدور الذي كانت تقوم به هذه الزوايا في ترسيخ القيم وكذلك المثل العليا التي أصبح العالم يفتقر إليها اليوم، لأن هناك ظواهر أصبحت الآن متعددة على المستوى الدولي. هناك ظاهرة الإرهاب، هناك ظاهرة العدوان، هناك ظواهر أخرى، ولكن هذه الزوايا تعمل على إزالة هذه الظواهر عن طريق مثلا في المغرب هناك التشبث بالمذهب المالكي الذي يقوم على أساسين هما التسامح وكذلك الوسطية والاعتدال. إذن هذه أمور أساسية فيما يخص المذهب المالكي، وكذلك التشبث بإمارة المؤمنين. إذن هذه الأسس التي تعتمدها الزوايا في الوقت الحاضر تبت إلى الشباب الذي عليه أن يعرف هذه الأمور التي تقوم بها الزوايا في هذا المجال، وبالتالي يزال ذلك الإطار الذي كان ينظر به إلى الزوايا أنها فقط أماكن للعبادة وأنها فقط أماكن تنفق عليها أموال كثيرة وطائلة، لأنه هذه الزوايا الآن لها أدوار اجتماعية اقتصادية وكذلك أدوار دفاعية ووطنية. أنا الأستاذ الدكتور الحسن بوقسيمي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية آداب دار المهراز. نعم، ممكن نتحدثوا على الندوة ديال اليوم وكانت المضامين ديالها؟ طبعا هو مضامينها واضحة من خلال موضوعها، الزوايا الصوفية ودورها وأهميتها في تحقيق أو ترسيخ الأمن الروحي من خلال الرؤية الملكية الراشدة. وهذا المضمون الموضوع هو موضوع حضاري بامتياز، موضوع حضاري بامتياز، أنه لا مناص للمادي من الروحي. فالمادي يتأسى على الروحي. نعطي مثلا مسألة القيم، لي فالور، مسألة القيم ولو أنها موروثة عندنا من طرف الوحي ومن طرف الأجداد وما نتوارثه عبر القبائل وعبر المدن وعبر الأجيال المتعاقبة، إلا أنها مقننة عندنا. فلما نبحث مثلا في الدستور المغربي، دستور 2011، نجد هناك قيما راسخة. وبالمناسبة أنا أشرف على بحث في الدكتوراه موضوعه
قيم منظومة القيم الصوفية والنموذج التنموي المغربي، بمعنى أن هناك قيم مقننة. فإن لم تكن للدولة قيم فعليها العفاء كما يقال. ذلكم أن الجانب الروحي يدخله ما يدخله كما هو الجانب المادي، ولهذا كانت مداخلتي في أدعياء التصوف. ولما أتحدث عن أدعياء التصوف لم أتحدث عن الأمور الجزئية من طعام ومن أكل وكذا، وإنما أتحدث عن الأمور الحضارية كما أتت هذا المشهد، مشهد الجماعات التي مرت عبر الدول التي تعاقبت على حكم المغرب. كان هناك مندسون، بمعنى كان هناك مندسون من الشرق، كان هناك مندسون من الأندلس، وحاولوا تفتيت هذا المغرب العتيد، وما يزال الأمر كذلك. الدليل على هذا أنه مذاهب متعددة تعاقبت على المغرب وخرج المغرب منها بسلام، ولم يتخندق لا إلى شيعة ولا إلى خوارج ولا إلى مجوسية ولا إلى آخره. فالمغرب كان من السباقين إلى الوقوف سدا منيعا ضد إنشاء دويلات، مثلا الدولة البرغواطية، ولو أنها بدأت في أول أمرها يعني هم خوارج، إلا أنهم كانت مجموعة من ديانات مجوسية هناك. ونحن نعلم أن أصل الخوارج في العصر النبوي وعصر الصحابة الذين أسسوهم هم السلولية والسبائية، نحن نعلم هذا. والمغرب يعني يقف سدا منيعا ضد هذه التيارات. وحتى أولئك الأدعياء هناك من تنبأ حتى داخل المغرب ادعى النبوءة كي يقلب الطاولة على هذا المغرب. وحفظ الله هذا المغرب برعاية صاحب الجلالة أمير المؤمنين، والسلام عليكم.